هاي إيه الاخبار. في الفيديو ده هعرفكم عن البروجكت مانجمنت، اداره المشروعات. هنتكلم عن ايه اهم السيرتيفيكيتس اللي ممكن ان انتوا تاخدوها في المجال ده ويكون معترف بيها لو جيتوا تقدموا على شغل او حتى لو انتوا بتبداوا البيزنس بتاعكم. وكمان هنتعرف على ايه الكورسات اللي ممكن ناخدها تحضرنا للسيرتيفيكيتس دي، وهنبدا نتكلم عن اول كونسبتس انا اتعلمتها بعد ما خدت الكورس من جوجل فاونديشن اوف بروجكت مانجمنت. هنتكلم عن الكونسبتس اللي اتعلمتها، ولو حسيت ان الفيديو فيه اهتمام بيه وانتوا انترستد بيه هبدأ ان انا اكمل البلاي ليست وهكمل فيديوز تكون قصيرة هتكلم فيها عن ايه اللي انا اتعلمته في الكورس اللي انا خدته. اول حاجة تعالوا نبدأ بمجال البروجكت مانجمنت. عموما مجال البروجكت مانجمنت هو مجال إدارة المشروعات. يعني ايه إدارة المشروعات؟ يعني البروجكت مانجر اهم حاجة او مسؤوليته هو ان هو يخلص بروجكت او يخلص سكوب من الشغل معين اتفق عليه مع السينيور اللي فوقيه، وان هو يحققه في التايم لاين اللي متفق عليه وبالكواليتي اللي متفق عليها وزين ذا بادجت المتفق عليها. بيبدأ ان هو يعمل مانج للتاسكس، يورجنايز التاسكس، يورجنايز الناس اللي تحته، يبدأ ان هو يحدد البادجيتنج بتاع البروجكت. يبقى هو اول حاجة بيعمل بلاننج وبيعمل مانجنج للتاسكس، بيعمل بادجيتنج وبيعمل كوست كنترول. واهم حاجه بالنسبه له ان هو يحافظ على البروجكت ده ان هو يخلص في التايم لاين وكمان within the budget. طيب ده كان يعني مقدمه سريعه قوي عن البروجكت مانجر بيعمل ايه او ايه هو البروجكت مانجمنت. طيب ايه السيرتيفيكيتس المعترف بيها في المجال ده، وايه الحاجات اللي ممكن نبدا بيها ببلاش وبعد كده نبدا ان احنا ناخد سيرتيفيكيتس او الاكزامز بفلوس. اول حاجه هو في عايزين نوضح فرق بين الكورس والسيرتيفيكت. في كورسات بتدي سيرتيفيكت بعد ما تخلص، يعني انت اول ما خلصت عملت كومبليت للكورس انت كده بتاخد شهاده اوف كومبليشن، يعني انت خلصت الكورس بتاخد شهاده ان انت خلصت الكورس، مش بتاخد شهاده ان انت بروفيشنال او انت راجل سيرتيفايد ان انت بروجكت مانجر. طيب الكورسات الكومبليشن دي ممكن تلاقيها على كورسيرا زي الكورس اللي انا اخدته اللي هو فاونديشن اوف بروجكت مانجمنت من جوجل. ده كورس من ضمن باس كامل عن البروجكت مانجمنت جوجل مدياه. الباس ده بيبدا بفاونديشن، بيبدا بعد كده يخش في الانيشيشن وبعد كده يخش في كل مراحل البروجكت مانجمنت لحد ما في الاخر خالص يديك سيرتيفيكت اوف كومبليشن ان انت بروجكت مانجر بروفيشنال. حلو. طيب ده كده كورس. طيب ايه تاني ممكن ان احنا ناخده في مجال البروجكت مانجمنت؟ طبعا اشهر حاجه في البروجكت مانجمنت هي مؤسسه اسمها BMI. BMI دي بتدي الشهادتين يعني اللي انا مهتم بيهم في مجالي كمهندس ميكانيكا، هو الكاب ام اللي هو سيرتيفايد اسوشيت بروجكت مانجر، والسيرتيفيكت اللي بعديها اللي هي BMB اللي هي بروجكت مانجر بروفيشنال. طبعا اخر تو سيرتيفيكتس دول اكزامز مش كورسات، يعني انت بتبدا تحضر للاكزام ده عن طريق كورسات برضو موجودة على كورسيرا وعلى يوديمي وعلى اي بلاتفورم ليها تحضيرات. الكاب ام والبي ام بي دول تو اكزامز ليهم تحضيرات، ممكن تاخد كورس تحضيري بعد كده تخش الاكزام. الاكزام اعتقد ان هو ب 11000 جنيه او 10000 جنيه يعني في الحدود دي، اعتقد ب 180 دولار الكاب ام. البي ام بي بصراحة مش عارف ما بصيتش عليه. والبي ام بي بيبقى ليه ان انت لازم يكون عندك 3 سنين خبره قبل ما تاخد الكورس. معرفش بيحددوها ازاي بس ده اللي موجود على الويب سايت الرسمي بتاعهم يعني. فدي بالنسبه لي اهم السيرتيفيكتس اللي انت ممكن تاخدها في المجال ده. اول حاجه ان انت تبدا بحاجه من مايكروسوفت او من جوجل تديك فاونديشن وتديك ان انت قادر ان انت تخش تاخد اكزام بعدها، وهي حاجات معترف بيها برضو انت اخدها من كورسيرا من جوجل او من مايكروسوفت، فهي حاجه معترف بيها. ده لو انت معكش فلوس ان انت تشتري اكزام او تخش اكزام. ولو انت معاك فانت تقدر تاخد كورس تحضيري للامتحان بتاع الكاب ام او البي ام بي وتبدا بعد كده تخش الامتحانين دول، ودول طبعا حاجه معترف بيهم دوليا يعني. طيب كده اتكلمنا عن البروجكت مانجمنت عموما واتكلمنا عن ايه هي السيرتيفيكتس اللي ممكن ناخدها في المجال ده. تعالوا بقى نتكلم على شوية مبادئ أنا يعني وأنا بذاكر الكورس كتبتها عندي بحيث إن أنا أقدر أفيد بيها حد تاني. فنبدأ نتكلم عن كام حاجة كده ودول على أساسهم هحدد أنا هكمل بلاي ليست ولا موضوع يعني مش محتاج أو محدش مهتم بيه. أول حاجة احنا قلنا إن البروجكت مانجر بيعمل إيه؟ البروجكت مانجر بي بلان، بي أورجنايز، بيمانج تاسكس، وكمان بيعمل بادجيتنج وكوست كنترول. 5 حاجات أهو. بيبلان، بيخطط للمشروع، هو خلاص استلم من السينيور اللي فوقيه
او استلم من الستيك هولدر. يعني ايه ستيك هولدر؟ يعني الشخص اللي من مصلحته ان البروجكت ده يتعمل، غالبا بيبقى اونر، فاوندر، سبونسر، راجل دافع فلوس في البروجكت او بينفست فيه. دول اللي بيقولوا عليهم ستيك هولدر. استلمت منه خلاص المشروع ده المفروض اعمل فيه ايه، ومعايا السكوب ومتفقين على السكوب وكل حاجه تمام. ببدا بقى ان انا اعمل بلاننج. خلاص انا خدت البروجكت، بعمل بلاننج للبروجكت. التايم لاين بتاعه قد ايه، هخلص في كل فتره قد ايه بالظبط، بنسميها سبرنت. سبرنت يعني كل فتره هخلص ايه بالظبط. دلوقتي هشتغل على الويب سايت، دلوقتي هشتغل على الانفراستراكشر، دلوقتي هشتغل على الاركتكتشر، وات ايفر بقى. ببدا ان انا اعمل سبرنت صغيره، ببلان انا هشتغل ازاي. وببدا ان انا اورجنايز التاسكس ومانج التاسكس، اوزع التاسكس على كل واحد مسؤول منه. يعني ابدا ان انا احدد لكل شخص انت مسؤوليتك كذا، عشان ما بقاش انا بشيل كل مسؤولية كل حاجة. لا، كل واحد ليه مسؤولية معينة هو مسؤول منها. انت مسؤول عن واحد اتنين تلاتة، وانت مسؤول عن واحد اتنين تلاتة. عشان ما يحصلش كونفليكت بين التيمز، لازم تحدد لكل تيم التاسكس المسؤولة منه. بعد كده ابدا ان انا اشتغل على البادجيتنج. البادجيتنج ابدا احط ميزانية للمشروع بتاعي. اه طبعا انا اخد ميزانية من السينيورز وعارف انا المفروض اصرف كام، فانا بقى محتاج اعمل بادجيتنج للفلوس دي. هصرفها ازاي، ميزانيتها ايه على مدار البروجكت طول ما هو شغال. وبعد كده ببدا اعمل كوست كنترول، ابدا يعني اكنترول اي مصاريف بتطلع مني او اي حاجه بتكلفني اي فلوس. ابدا اعمل لها كنترولنج واحاول اقلل الكوست على قد ما اقدر. فدي بتبقى وظيفة البروجكت مانجر في أي بروجكت، من بداية إن أنت ماسك مشروع في بنى أو كومباوند أو حاجة، لبداية إن أنت شغال في شركة وبتطلع برودكت جديد أو سيرفيس جديدة. ده برضه اسمه بروجكت مانجمنت. أنت بتمانج البروجكت اللي هو إحنا بنطلع فيه برودكت جديد. أو بتصنع عندك براند لبس، فأنت لو منزل كوليكشن جديدة، الكوليكشن دي بيتقال عليها بروجكت، فأنت بتبدأ تعمل بروجكت مانجمنت للكوليكشن الفلانية دي. فطبعا ده بيتدخل في كل حاجة في الدنيا. وكان في مثال الانستراكتور بيديه في الكورس بتاع جوجل، كان بيقول لك الشخص اللي بيعمل عيد ميلاد لحد، فهو شخص بيعمل بلاننج، بيشوف هو هيعمله امتى والمفاجأة هيعملها ازاي، ويبدأ يخطط للحاجات دي كلها. وبيبدأ ان هو يورجنايز ويمانج التاسكس. يبدأ يقول لده انت هتجيب التورتة، انت هتجيب الحاجة الساقعة، انت هتجيب كذا، انت هتجيب كذا. ويبدأ ان هو يعمل بادجيتنج، احنا هنصرف قد ايه في العيد ميلاد ده، ومحتاج اخد من كل شخص كام. ويبدأ ان هو يعمل كوست كنترول، يشوف لو انا هشتري التورته من هنا هتبقى بكام، من هنا هتبقى بكام، ايه كل الخامات اللي انا محتاجها، الطباق، الشوك، المعالق، الكلام ده كله. كل ده كله ده تحت ان انت كده بروجكت مانجر. بس على عيد ميلاد نفس المبادئ بتنطبق على كل المشروعات او اي بروجكت مانجر باختلاف الاندستريز. وده بناء على كلام الانستراكتور في الكورس بتاع جوجل فاونديشن اوف بروجكت مانجمنت. دلوقتي هكلمكم على جزء كده كان في الكورس، يعني اتقال بين السطور، لفت نظري جدا وحبيت ان انا هايلايت او اتكلم عنيها بشكل مفصل. كان بيقول في الكورس ان انت as a project manager you're not a professional in every aspect of the project. يعني انت كبروجكت مانجر انت مش محتاج تكون شاطر قوي في كل حتة في البروجكت. يعني لو انا بروجكت مانجر في مشروع ليه علاقة بالمقاولات، او ليه علاقة بان انا ببني يعني حاجة او كده، فانا مش شرط اكون فاهم قوي في التكنيكال سايد من كل جزء في البروجكت. انا عندي جزء ليه علاقة بالميكانيكال انجينيرنج، جزء ليه علاقة بالسيفل انجينيرنج، جزء ليه علاقة بالالكتريكال انجينيرنج. فانا مش محتاج ان انا اكون شاطر في كل ده، انا محتاج اكون بروجكت مانجر بروفيشنال. الشطارة بتاعتي جوه البروجكت مانجر، وده ما يحتمش عليا او يخليني يبقى شرط عليا ان انا اكون فاهم في كل حاجة. طبعا ان انت تكون فاهم في كل حاجة دي ايدج او حاجة بلس بالنسبة لك وحاجة تميزك طبعا، بس ده مش هو الكور بتاع شغلك. انت الكور بتاع شغلك هو بروجكت مانجمنت. فكون ان انت فاهم في بروجكت مانجمنت وبتبدا ان انت تطبق الاساليب اللي جوه البروجكت مانجمنت على اي اندستري، ده بيسهل عليك كتير جدا ان انت تبقى عارف انت حدودك فين والرول بتاعتك فين عشان تبقى قوي فيها. وما تتطرقش ان انت تشتغل حاجات مش شغلك علشان ظروف الشغل حطتك في الحته دي. الحته دي هو اتكلم فيها الانستراكتور في الكورس بتاع جوجل فاونديشن اوف بروجكت مانجمنت. وحبيت ان انا اعمل لها هايلايت كده، لان هي فعلا بتواجه ناس كتير في حاجات مختلفة، مش شرط في بروجكت مانجمنت ان هو ظروف شغله بتحطه في حاجة ينسى الرول بتاعته او يطلع براها شوية، فما يجي يتحاسب على الرول اللي هو متعين على اساس اصلا، لان هو البرفورمانس بتاعه مش احسن حاجة. فدي نقطة يعني كنت حابب ان انا اوضحها.
اخر حاجه اتكلم عليها عشان مطولش عليكم الفيديو هي 2 ميثودولوجيز او طريقتين البروجكت مانجر البروجكت مانجمنت بيمشي بيهم. طبعا في اكتر من كده بكتير، بس دول اشهر طريقتين وهم الطريقتين اللي اتكلموا عليهم في الكورس ده. اول طريقه هي الاجايل ميثودولوجي، وتاني طريقه هي الووتر فول ميثودولوجي. طيب خلينا نبدا بالووتر فول عشان هي من اسمها موضحه. ووتر فول من اسمها يعني شلال، يعني بتبدا ان انت تمشي ستيب وتقف وتمشي ستيب وتقف وتمشي ستيب وتقف، يعني هي منظمه اكتر من الاجايل. طيب يعني ايه منظمه؟ يعني هي ماشيه لينير، هي ماشيه بستبس واضحه وصريحه. بخلص ستيب ببدا في ستيب تانية، بخلص ستيب ببدا في ستيب تانية، وهكذا. هي موضوع ماشي ستيب 1 2 3 4 5. بيتقال عليها لينير ميثودولوجي، ان انت ماشي بالترتيب في كل حاجه. وفي كذا حاجه بيميزوا الميثود دي. اول حاجه ان اتس فيري اكسبنسيف ان انت تعمل تشينج. يعني لو انت بدات بروجكت وعايز تعمل فيه تشينج، الموضوع بيبقى غالي جدا وبيبقى مكلف جدا، لان انت خلاص انت رتبت كل حاجه على السيكونس ده او الترتيب الفلاني اللي انت حاطه، وكل فتره معروف انت المفروض تعمل فيها ايه. فاي تغيير بيبقى مكلف جدا بارقام كبيره جدا. وكل فيز بتبقى clearly defined، كل فيز بيبقى معروف ايه الشغل اللي المفروض يحصل فيها ومفروض تاخد وقت قد ايه، ومين الناس اللي المفروض تبقى شغاله فيها ومين مديرينها وكل حاجه. يعني كل فيز بتبقى محدده، بتبقى defined جدا، فاي تغيير فيها بيكلف فلوس كتير. طيب تاني ميثود وهي الاجايل ميثودولوجي. الميثودولوجي دي بيتقال عليها ان هي iterative، ان هي فيها تغييرات كتير. هي سريعة، بنشتغل بطريقة اسمها سبرنتس، او ان انت بتبدأ ان انت تحدد. انا مثلا لو قلنا ان انت بتشتغل على ويب سايت او بتبني ويب سايت، ده البروجكت، فاحنا بنعمل مانجمنت للبروجكت ده. فاحنا قلنا احنا الاول هناخد البراندنج ونبدأ نطبق براندنج على الويب سايت، بعد كده نشتغل في الفيتشر الفلانية، وبعد كده نشتغل في اليو اي واليو اكس، وبعد كده نشتغل في الانفنتوري مانجمنت. تبدأ ان انت تحدد سبرنت لكل حاجة. السبرنتس دي تبدأ انت تشتغل عليها ومفيش اي مشكلة انت تتغير فيها. يعني هي it's very iterative، هي سبيد، فيها سرعة، وفيها ان انت بتخلص وتعرض على الكلاينت فتاخد فيدباك فتغير. الموضوع ماشي بالطريقة دي. طيب امتى تستخدمه لما انت يبقى البروجكت فيه uncertainty عالي، لما الكلاينت يجي لك يقول لك انا محتار، انا مش عارف هعمل ايه، فانت بتبدأ ان انت تعرض عليه حاجات وتغير، تعرض عليه حاجات وتغير، فهكذا. يعني انت بتبقى ماشي في بروجكت الكلاينت عنده uncertainty، هو مش متخيل بالظبط بكل سطر في الويب سايت هو عايز ايه من الويب سايت. فانت بتضطر ان انت تمشي معاه بقى واحده واحده، بتحدد له انت هيدلاينز كبيره تبدا تمشي معاه، بس في الهيدلاينز دي بيبقى هو يعدل. انت اديته ديزاين مش عاجبه، اديته كوبي رايتنج مش عاجباه، اديته ايمجز في مكان معين مش عاجبه. فانت بتبدا ان انت تحط سبرنتس، تشتغل على السبرنتس دي، وكل سبرنت بعد ما تخلصها تعرض على الكلاينت، يديك فيدباك تعدل، يديك فيدباك تعدل. هو ده الاجايل ميثودولوجي. هي طريقه اتريتيف، فيها تعديلات كتير، فيها سرعه، فيها بنقسم شغلنا لسبرنتس ونبدا ان احنا نعدل في السبرنت دي، فيها هاي انسرتينتي، وبالتالي التغييرات فيها بتبقى ارخص كتير قوي من التغيير في الووتر فول ميثودولوجي. اتمنى بجد اكون ضفت اي معلومه حتى لو صغيره لاي حد، او اي حد استفاد من الفيديو. لو الفيديو عجبكم قولوا لي في الكومنتس ايه اللي عجبكم فيه بالظبط، ولو ما عجبكوش او بتقترحوا عن اي حاجه تانية اتكلم فيها في اندستري انا ممكن اتكلم فيها كمهندس ميكانيكا مهتم بالبيزنس ومهتم بالانفستمنتس. ففي اندستريز كتير بتخش تحت الثلاث كلمات اللي انا قلتهم دول. فلو انتم مهتمين باي حاجه من الكلام ده قولوا لي، ممكن اصور فيديو عن ايه حاجه انا experienced بيها او حاجه هاخد فيها كورسز او هتعلمها. اكيد هنقول لكم المعلومات دي، وهو ده الهدف عموما من التشانل. يعني شكرا ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر، وبالتوفيق.